ازيكم يا بنات. انا النهارده هعمل لكم فرختين بلدي. النهارده هنعمل لكم فرختين بلدي بالملوخيه. نقعهم دلوقتي بعد ما غسلناهم، نقعهم في ميه وخل دلوقتي وليمون وشويه ملح. وهروح دلوقتي اعمل المرته اللي بتتحشى جوه الفراخ البلدي. مكه الشربيني بتقول لكم يا حبايبي يا حلوين. دي يا جماعه هنا البصل، وهنا جزر وقرن فلفل حامي والبهارات خفيفة جدا. والبهارات يا جماعة بصوا يا بنات، البهارات هنا شوية بهارات للفراخ، بهارات الفراخ من عند العطار، وشوية ملح وشوية شطة وشوية فلفل اسود وشوية كمون من عند العطار. بهارات الفراخ على فكرة حلوة جدا. بعد عملنا ايه بقى؟ ماشي، هنضرب بقى البصلة مع الجزر والفلفل في الكبة والبهارات. حطينا يا بنات البصلة مع الجزر والفلفل والبهارات بالملح في الكبة، وهنضربهم في الكبة دلوقتي. نضرب البصلة مع الجزر مع الفلفل. بعد يا بنات ما ضربنا البصلة في الكبة هي والفلفل والبهارات بتاعتها، هنحط شوية زبيب كده. ماشي، بتبقى حلوة قوي المرتة لما يكون فيها زبيب، بتبقى حلوة قوي. ممكن نتقل الزبيب كمان شوية اهو. الزبيب اهو بيبقى طعمه حلو في المرتة بتاعتنا. وجينا يا بنات اهوت للحشو الفراخ. ضربنا طبعا البصل مع الفلفل مع الجزرة في الكبة، وهنحشيها في الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الكبد والقوانص في وسط البصلة كده، وهنحط عليها بصلة تاني. هنحط بصلة تاني كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنقفلها يا جماعة، وهنقفلها بالايه، وهنحشي بقى الفرخة التانية. حشينا فرخة وهنحشي الفرخة التانية. نحط شوية بصل كده في الفرخة كده يا بنات، وهنحط الكبد والقوانص الباقية جوه البصلة، بيبقى طعمها حلو قوي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب في بصلة باقية بقى، هنعمل بها ايه؟ هنحطها في الجلد بين الفرخة، بين اللحمة والجلد. هنعمل صباعنا كده بصباعنا بس. هنخلي الحتة دي كده، شايفين صباعي كده اهو. هنحط دي كده، وهنحط البصلة كده. حشينا فرخة يا جماعة. في فرخة هكتفها لكم، وفرخة هنعملها بالخلة كده مع بعض، وممكن بالخيط الأبيض. يعني في ناس بتحب تخيط بالخيط. الفراخ والبط زي بعض بالظبط، ممكن يتخيطوا ممكن يبقوا بخلة. المهم يتقفل عليها كويس. بس انا هقفل لكم دي بخلة. ممكن نخلوهم مع بعض اتنين، تبقى جامدة واحسن يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش احسن، هنعمل واحدة بواحدة احسن. لا مش بسم الله الرحمن الرحيم كده. كأنها خياطة، يعني زي ما يكون بخيطها بالظبط. كأن دي إبرة ودي خيط ودي قماش بخيطها. بسم الله. وكده يا بنات قفلنا الفرخة اهو. بعد ما حشينا الصدر كمان من جوه، وحشينا الفرخة خالص، اتقفلت حلوة اهي كويس قوي اهي. التانية بقى مش هنقفلها كده، هقفلها ممكن نقفلها بالكتفة. يعني ايه بالكتفة كده؟ في ناس بتحب الفراخ المتكتفة، يقول لك شكلها احسن يعني من دي. ممكن كده. اتكتفت اهي. طيب الحتة المفتوحة دي هنقفلها مع دي برضو بالخلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله يا محمد.
بسم الله بسم الله ما شاء الله. هي اتقفلت بس ايه تأكيد بقى كمان واحدة كمان للتأكيد بس. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان ايه؟ عشان ما تطلعش البصلة بتاعتها بره. البصلة بتبقى حلوة قوي على تحط على وش الرز، حلوة قوي بالزبيب كده يعني. كده خلصت تكتيف الفرختين يا بنات اهو. كده الفرختين خلصوا. واحده كتفتها لكم بالشكل ده وواحده كتفتها بالشكل ده. ده الشكل ده احسن على فكره، احسن كتير يعني. هسقطها بقى في الميه اللي بتغلي. بناتي حلوين، كنت غاليه الميه مع الرقبات اللي طلعت من الفراخ والاجنحه والحاجات دي، مع حبايه طماطم وجزرايه وثلاث اربع فصوص حبهان مع ورقه واحده لوري اللي كانت عندي وبصله. غليت الميه كويس وجيت سقطت الفراخ البلدي فيها. شايفين الفراخ سقطتها فيها اهيت. دي انا عملت بالرقبات دي الشوربه قبل ما اسقطها فيها يعني. حطيت شايفين دي دي اللي متخيطه بالخله، ودي اللي ايه اللي متكتفه اهم. ولعت عليهم اهو في النار، ومعاكم خطوه بخطوه لغايه ما يطلع خالص ان شاء الله وتشوفوا ان هي هتبقى كويسه قوي. يا بنات جينا بقى للملوخيه. حطيت شويه شوربه وسقطت فيها الملوخيه. بعمل هنا ايه بقى؟ بعمل هنا شويه البصله والمرته اللي انا كنت بدخلها في الفراخ. اتبقت شويه عملتهم على الطاسه، ودي طشه الثوم بالكزبره. هقلبهم كلهم مع بعض اهم واسقطهم جوه الايه الملوخيه وكده. بسم الله ما شاء الله زي الفل. طبعا الملوخيه خضرا يا بنات، مش باللون الغامق اللي انتوا شايفينه ده، بس هنا عشان الاضاءه مش حلوه، لكن الملوخيه لونها اخضر يعني. بس كده. السلام عليكم. وهنا يا بنات بقى بحمر لكم الفراخ في الفرن. وكده خلص الاكل يا بنات اهو. حمرت الفراخ في الفرن زي ما انتم شايفين، وده الرز والملوخيه اهي. شوفوا الملوخيه خضرا ازاي، بس الاضاءه كانت عند البوتاجاز مسمراها قوي، لكن هي خضرا فعلا. هنعمل ايه بقى؟ شايفين الفرخه دي؟ هاخد من هنا البصل اللي قلت لكم عليه بالزبيب وكل حاجه. الله، شايفين يا بنات؟ واحط هنا في الرز. ناخد كمان ريحتها، والله العظيم ريحتها جميله جدا جدا. طبعا انا كنت حاطه فيها الكبد والقوانص والكلام ده كله. شايفين يا بنات اهو؟ شايفين طعمها جميله جدا جدا. البصله دي جميله جدا جدا جدا، والملوخيه جميله، كله جميل والله. بسم الله ما شاء الله. الف هنا وشفا للي ياكلها، والف هنا وشفا للي يعمل زينا. وسلام عليكم. حبه رز على شويه ملوخيه. دي بقى الدقه يا بنات اللي هي ايه، يعني المفروض يبقى فيها كمون بس ما فيش. هنحطها على ايه بقى؟ على هنرشها كده على الفراخ بس. خلاص كده. السلام عليكم.